وطوابير من الناس. طبعا مكرونه كده بتاعت زمان اللي هو في ريحه ستي وستك، طبعا كده اللي تاكله ترجع بالنوستالجيا الجميله. طبعا الصلصه تقيله جدا، بص الصلصه عامله ازاي، اللي هي الطماطم مفرومه مش طماطم خلاط. تعالى بقى ناخد التقليبه الجميله مع بعض كده. يا لهوي على الجمال. تيجي تسهر بالليل انت واصحابك تضرب لك مكرونه الانسجام، تطلع على طول بتاع عصير القصب. الناس اللي بتلعب حجز كوره بالليل فاهمه انا بتكلم في ايه. معلقه مكرونه بطعم زمان. بس قبل ما نبدا خليكم فاكرين ان الاكل اذواق، سمك صحاب مش طواجن. بسم الله. مع اول معلقه مكرونه بالصلصه انت عارف ان طعم الصلصه ده انت ما بتاكلوش غير عند الانسجام بس. طبعا فيديو النهارده سريع وده مش تقصير مني، انتوا حبايبي انتوا عارفين انا بحب اطول في الفيديوهات براحتي، ولكن انا ما عنديش غير صنف واحد وهو مكرونه بس كده. لحد هنا نكون خلصنا حلقه النهارده. فما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات انتوا كمان ساكنين فين وايه المحلات اللي عندكم اللي بتحسوا فيها بالنوستالجيا وذكريات زمان، يبقى قولها لي في الكومنتات. ولو ما حدش حل يومكم النهارده وقال لكم ان هو بيحبكم فانا بحبكم. لسنا الوحيد ولكن